ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. غدا بسيط النهارده لكل حبايبي ولكل اللي بيشوفوا قناه ام منى. حابه كل حبايب قلبي يشوفوا الفيديو معايا للاخر ويشوفوني انا عملت الدبابيس المشويه دي ازاي النهارده في الفيديو بطريقه سهله وبطريقه بسيطه. عملت بها غدا بسيط جدا جدا. عملت دبابيس فراخ مشويه في الفرن مع شويه خضار، بصل وجزر وبطاطس وفلفل اخضر، وعملنا شويه رز بالشعريه، وده كان احلى غدا ليا النهارده. تابعوا معايا الفيديو للاخر وتعالوا كده مع بعض نشوف العظمه اللي احنا عاملينها دي ازاي. بحبكم في الله، احلى اخوات. بشكر كل الحبايب، كل متابعيني، كل اللي كتب لي كومنت حلو، كل اللي شجعني بكلمه حلوه ودخل لي على الخاص. وبشكركم جدا جدا جدا، ووجودكم شرف ليا وتاج على راسي. بحبكم في الله يا احلى ناس واحلى جمهور ليا واحلى عيله التانيه بتاعتي. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم نعمه في حياتي. تعالوا كده مع بعض نشوف هنعمل العظمه دي ازاي. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. بشكركم يا حبايب قلبي. حابه اقول كلمتين كده قبل ما ابدا في الفيديو بتاعي النهارده. حابه اشكر كل الحبايبي وكل متابعيني وكل اللي دخلوا لي على الخاص وكل اللي دخلوا لي على الفيس وكتبوا لي تعليقات حلوه ودعموني. ربنا يصلح حالكم حالي وحالكم جميعا يا رب. ربنا يا رب يسعدكم زي ما سعدتوني ويوفقكم زي ما وفقتوني يا رب. بحبكم يا حبايب قلبي، والله والله كلامكم ليه تاج على راسي من فوق، ودعمكم ليا على راسي من فوق. بحبكم في الله يا احلى ناس ويا احلى جمهور. حابه كل حبايب قلبي اللي لسه هيخشوا الفيديو او اللي لسه هيشوف الفيديو يدخل معايا على اليوتيوب ويدخل ويشترك معايا في القناه ويضغط زرار الجرس عشان يوصلوا اشعار بكل فيديو انا بنزله. بحبكم يا حبايب قلبي وبشكركم جدا جدا، والله من كل قلبي بشكركم. اسعدتوني. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. ربنا يا رب يوفقكم زي ما وفقتوني كده، ويرزقكم يا رب الذريه الصالحه لكل مشتاق يا رب العالمين. بشكركم يا حبايب قلبي، والله لو هشكر فيكم طول النهار مش هيوفي حقكم عليا. مش كنت مصدقه والله ان في ناس كتيره جدا دخلت لي على الخاص وكتبت لي كلام، والله اول مره في حياتي اسمعه. بشكركم يا حبايب قلبي من كل قلبي، والله بشكركم. ووجودكم ده شرف ليا وتاج على راسي من فوق. تعالوا كده مع بعض النهارده نشوف هنعمل ايه. هتعملي ايه يا مامونه؟ معايا دبابيس فراخ اهي. معايا دبابيس فراخ وهنعملها كده. هنشويها بطريقه حلوه بطريقه سهله وبسيطه ومعاها شويه خضار. يبقى هعمل دبابيس الفراخ بتتبيله حلوه عشان هشويها كده. معاها خضار، معايا بطاطس، معايا جزر، معايا فلفل، معايا بصل، معايا حبايه واحده من الطماطم واربع فصوص من الثوم. تعالوا كده مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه. نسمي بالله ونصلي على الرسول. ما تنسوش الاشتراك في القناه، ما تنسوش لايك ليا حلو. ربنا يا رب يفرح قلبكم زي ما فرحتوا قلبي يا رب، وربنا يخليكم ليا ويجعلكم يا رب تاج على راسي كده من فوق. ربنا يصلح حالي وحالكم جميعا. هنسمي بالله كده ونبدا ونصلي على الرسول واشوف انا هعمل ايه. اول حاجه انا معايا بصل اهو. معايا بصل وجزر وفلفل وطماطم واربع فصوص من الثوم. تمام. ومعايا بصل حوالي اسفه بطاطس حوالي نص كيلو، انا مقشرته ومخرطاه زي ما انتم شايفين كده. وتعالوا كده مع بعض نشوف احنا هنتبل دبابيس الفراخ دي ازاي وهنشويها ازاي مع الخضار اللي معانا ده. اول حاجه هعملها بسم الله، هقطع الجزر كده معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. انا ما رضيتش اقطعه قبل الفيديو، حبيت اشترك معاكم كل اللي انا بعمله على طبيعتي. بسم الله. هنقطع كميه الجزر اللي معانا اهو. المتاح عندك من الخضار في التلاجة بتاعتك يا حبيبتي حطيه. تمام كده. اي خضار عندك في التلاجة حطيه. ومعايا 3 بصلات، لو البصل بتاعك كبير يبقى بصلايه واحده او 2. انا البصل اللي معايا وسط فانا عملت منه 3. هتقطعيه كده جوانح طبيعيه خالص عادي اهو. بسم الله اهو. اذكروا الله يا حبايب قلبي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يجعل لساننا زي عامر بذكر الله يا حبايبي. قطعي كده معاكي كميه البصل اللي معاكي كده. بسم الله اهو. جوانح طبيعيه خالص. عايزاها طرنشات براحتك، عايزه تخرطيها خرط صغيره برضو براحتك. تمام كده. ومعايا حبايه من الطماطم برضو هقطعها جوانح كده اهو، عشان ننزل بيه بالتتبيله بتاعتنا او بالبهارات بتاعتنا. خلاص هنتبل الخضار اللي معايا كده. هنسيب الفلفل كده والثوم
بعد ما اتبل دبابيس الفراخ. اول حاجه هنزل بيها بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيه واحده بس. معايا معلقه من الفلفل الاسمر. تمام كده. هنزل باول حاجه معلقه من الفلفل الاسمر. بعد كده هنزل بمعلقه من الكمون. يبقى نزلت على الخضار ده معلقه فلفل اسمر، وادي معلقه كمون، معلقه من الكزبره الناشفه. تمام. ومعايا كده معلقه محترمه بابريكا، ومعايا اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى معلقه من بهارات الفراخ المشويه. هنزل برضو بيها كده معلقه. خلاص. ومعانا معلقه من الملح. ظبطي كده الملح بتاعك. ونص معلقه من السبع بهارات. يبقى انا نزلت على الخضار بتاعي معلقه من الكمون، معلقه فلفل اسمر، معلقه كزبره، معلقه كبيره كده محترمه من البابريكا، ملح، ونص معلقه من السبع بهارات. تمام. هانزل بالكلام ده كله كده وهدعكه كله كده مع بعضه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم كده. لو عندك معجون طماطم حطي، صلصه الطماطم يا بنات لو عندك منها اللي هي الجاهزه دي حطي، مش عندك بلاش. انا بستكفى بكده بصراحه. تمام. وهنزل بيها بدبابيس الفراخ اللي معايا الحلوه دي كده. خلاص. وهحطها. ثانيه واحده بس. هنزل بالبطاطس اللي معايا الاول. بسم الله. تمام كده. هقلب الكلام ده كله كده الاول مع بعضه. خلاص كده اهو. تمام كده. وبعد كده هنزل بدبابيس الفراخ اللي معايا. رصيها كده على الخضار بتاعك. ده كان ورك معايا انا قطعته بصراحه عشان ايه يكفي معايا الكميه اللي كانت معايا. تمام. انا قطعت الورك اللي كان معايا ده كده. كان في ورك كمان مع الدبابيس ده انا عملته عشان ايه كميه تبقى محترمه كده، لان بصراحه في ضيف دخل كده فجاه فاني ايه عملت حسابه معانا. تمام كده. شكل الصينيه بتاعتي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بعد كده هقطع معايا الفلفل الشطه. تمام. عليها كده من فوق. خلاص. اي خضار في التلاجة عندك حطيه. تمام كده اهو. خدي بالك لو عندك اطفال بلاش الشطه تكتريها. انت على حسب النوع اللي انت بتحبيه. حباها مشطشطه ماشي، مش حباها خلاص. ومعايا 4 فصوص توم. تمام كده. هننزل بيهم كده هنوزعهم على الخلطه بتاعتنا الحلوه دي. وبعد كده هديها رشه من البابريكا كده على الوش كده. تمام. هنجيب لو عندك ألمونيوم فويل هتلف الصينيه بتاعتك بيه. ما عندكيش عادي ممكن تدخليها الفرن كده برضه هتتشوي، مش هتقول لا. هتولعي الفرن من تحت وتدخليها على الرف الاخير من الفرن. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. لو عندك الالومنيوم الفويل هتلفيها بيه، ما عندكيش خلاص عادي هتدخليها. وبعد كده اما تستوي هتروحي فاتحه عليها الشوايه، هتاخد اللون الجريتان بتاعها من فوق. وهنشوف مع بعض هتبقى شكلها ازاي بعد كده. تمام. انا هاخد الصينيه دي واروح بيها على الفرن. انا مولعه الفرن بتاعي وهحطها على اخر رف في الفرن من تحت. وهسيبها تستوي براحتها. وبعد كده هنوريها لكم. وهعمل معاها شويه رز بالشعريه وهيبقى احلى غدا النهارده. بحبكم في الله. اللي يوصل معايا الفيديو لحد كده ما ينسيش اللايك ليا، ما ينسيش الاشتراك في القناه. بحبكم يا احلى جمهور واحلى متابعين ليا في الدنيا. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويصلح حالكم وحالي جميعا يا رب. اللهم امين. تمام. انا هاخد الصينيه على الفرن وهوريها لكم بعد ما تستوي. تعالوا كده مع بعض بعد ما دخلنا صينيه الفراخ الفرن هنعمل مع بعض شويه رز كده بالشعريه. معايا حله هرفعها على النار زي ما انتم شايفين. نزلت فيها بشويه من الزيت. تمام. خلاص.
وهنزل فيها شويه من الشعريه. طبعا كلنا بنعرف نعمل الرز بالشعريه. تمام كده. انزلي بالكميه اللي انت عايزاها من الشعريه بتاعتك يا بنات. خلاص. والفرن شغال على الفراخ بتاعتنا وهنعمل شويه رز وكده عسل وتمام. وده كان هيبقى شكل الغدا بتاعي النهارده. خلاص كده. نحمر مع بعض كده الشعريه. بسم الله. الله اعظم ولا يفوت والدوام الا يا رب. ربنا يا ارحم الراحمين. هكمل انا الشعريه تحمير وبعد كده هننزل عليها بالرز بتاعنا. بعد ما حمرنا الشعريه كده مع بعض هننزل بالرز بتاعي. خلاص اهو نص كيلو كده من الرز المصري بتاعنا. خلاص ده كويس. هننزل بيه كده على الشعريه بتاعتنا. نقلب الكلام ده كله كده مع بعضه. وهنزل بالملح بتاعي. ظبطي كده الجعد بتاع الرز. تمام. وخلاص. وده هيبقى شكل الغدا بتاعنا. صينيه الفراخ خلاص جربت تستوي في الفرن كده وهطلعها واوريها لكم. وادي الرز بتاعي بالشعريه وهيبقى احلى غدا معانا. هتشوفوه معايا النهارده. حابه كل اللي دخل وشاف الفيديو بتاعي يحط لي اشتراك للقناه ويحط لي لايك حلو منكم وتعليق حلو. وربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. ظبطي بقى قاعد الرز بتاعك كده. تمام. حط له الميه المناسبه بتاعته بالعين كده. خلاص. لان كل الرز بيختلف يا بنات من رز للتاني. تمام كده. ظبطي الرز بتاعك كده. حلو. وخلاص. وهنسيب الرز يستوي والفراخ خلاص جربت تستوي ربنا وهتطلع من الفرن وهوريكم شكلها وهنشوف مع بعض واحنا بنغرف الغدا بتاعنا النهارده. صينيه الفراخ بعد ما طلعناها من الفرن بصوا. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شفتوا شكلها عامل ازاي؟ تحفه تحفه تحفه. ما فيهاش غلطه. خلاص. حابه كل حبايبي ومتابعيني يجربوها كده بالطريقه اللي انا عملت بيها دي. وادي شكل الدبابيس اهي. بصوا. تعالوا كده جربوا معايا كده. شفتوا اللحمه دايبه. خلاص اهي. تمام كده. ده شكل الصينيه بتاعتنا كده بعد ما استوت في الفرن. انا رحت فتحت عليها الشوايه من فوق خدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. وتعالوا كده يلا مع بعض نغرف الغدا. عملنا شويه رز بالشعريه زي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديو. تعالوا كده نغرف غدانا ونشوف شكله هيبقى ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. جيب بس طبق معايا. خلاص. وتعالوا كده مع بعض هنغرف الغدا بتاعنا شكله بيبقى ازاي. خلاص كده. طلع بس الدبابيس دي كده. بسم الله اهي. شفتوا شكلها عامل ازاي؟ شفتوا الخضار والصوص اللي نازل منه؟ شفتوا؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حبايب قلبي بصوا جمال ما بعده جمال. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ده شكله اهو كده. تمام. هغرف كمان طبق بس معاكم اهو. الله الله على التحفة والروعة والجمال. بصوا اهو. بقى ايه تاخدي من الخضار اللي انت عملتيه كده تحفه يا بنات تحفه. جربوا الطريقه اللي انا عملت بيها كده دبابيس الفراخ المشويه في الفرن دي. والله عظمه عظمه كده. ناخد شويه من الصوص ده كده وننزل بيه عليه كده. بصوا حاجه كده خيال. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثانيه واحده بس. امسح بس شكل الطبق بتاعي عشان يبقى شكله حلو. تمام كده اهو. خلاص. هنمسح بقى كده ونحط كده شوية رز كده معانا. وادي شكل الرز بتاعي كده اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة. وادي طبق الرز بالشعرية. حاجة كده خيال ووهم وتحفة تحفة تحفة. ايه رأيكم؟ استاهل لايك عليه ولا ما استاهلش؟ شفتوا بقى ده شكل الغدا بتاعي النهارده. تمام.
نحط كده بقى دبوسه هنا كده عليه من فوق كده، شكله حاجه خيال ووهم وتحفه. جربوها بالطريقه اللي انا عملت بيها دي، طريقه سهله وبسيطه وشويه خضار، وعملنا احلى غدا النهارده. وده كان شكل الغدا بتاعي. معايا شويه مخلل كده، شويه ليمون، انا كنت ده اخر مخلل عندي. استنوا الفيديو الجاي يا بنات، انا هعمل مخللات بطريقه حلوه وسهله وبسيطه في البيت. هجيب، انا عندي جايبه شويه خضار كده عشان اعمل بيها مخللات. تابعوا معايا الفيديو الجاي ان شاء الله بامر الله، هينزل لكم بعد الفيديو ده بامرك يا رب. خلاص كده، ده كان شكل غدايا النهارده، وكان سهل وبسيط. حابه كل حبايبي وكل اللي بيشوفوني وكل اللي بيتابعوا القناه يجربوه بالطريقه اللي انا عملت بيها ده. وده كان شكل غدايا، وحباكم تشتركوا في القناه وتحطوا لي لايك حلو. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. سلام عليكم.